السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي، مرحبا بكم في قناة درس إنجليزي. أتمنى تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو وشير عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة إن شاء الله وصلنا لليسون 4 اللي هو الدرس الرابع من يونت 1، وبكده يا حبايبي إن شاء الله ده هيكون آخر درس في يونت 1. كده خلصنا يونت 1. بتمنى تكونوا استفدتم من الفيديوهات. أنا منزلة على كل درس فيديو، بتمنى أنكم ترجعوا لكل فيديو وتسمعوه. النهاردة إن شاء الله طبعا هناخد الدرس ليسون 4، هو فونكس يا حبايبي، يعني صوتيات. يعني ازاي؟ هناخد الشورت اي والشورت اي. الشورت اي طبعا بنطق الاي شورت، قصيرة، ما بطولش فيها. على سبيل المثال عندي الثلاث كلمات دول نردد مع بعض. repeat after me. 10 pen pen hen. طبعا 10 يعني 10، pen يعني قلم جاف، hen يعني دجاجة. وعندي الشورت اي بنطقها إيه. زب يعني سوستة، فج يعني تين، بن يعني سلة قمامة. نقرأهم تاني مع بعض. شورت اي 10 بن هن شورت اي زب فج بن. دي طبعا الهاند رايتنج، هتكتبوها عندي الاي كابيتال والاي سمول والاي كابيتال والاي سمول. ودي ده طبعا الهوم وورك، هتكتبوا الكلمات دي مع بعض. بن قلم جاف، 10 10، هن دجاجة، زب سوستة، بن سلة مهملات، فج تين. هنا عندي الاكتيفيتيز هنحلها مع بعض. طبعا look and circle، انظر واعمل سيركل يعني دائرة. هنا عندي صورة نمبر 1 دي بن ولا بن؟ طبعا هي بالشرط اي بن. طيب الصورة نمبر 2 10 ولا تن؟ بالاي ولا بالاي؟ طبعا 10 10 بالاي. نمبر 3 زب ولا زب؟ طبعا هي بالشورت اي. طيب الصورة نمبر 4 هن بالاي ولا هن بالاي؟ هي هن فرخة بالاي. طيب فج ولا فج؟ طبعا عندي الاي اقوى شوية، فج. طيب بن قلم جاف، بن ولا بن؟ طبعا هتبقى بن اللي بالاي. تمام. طبعا هنا يا حبايبي الاكسرسايز التاني هي write the missing letter، هنكتب الحرف الناقص. بن قلم جاف ناقصه ايه؟ ناقصه حرف الاي. excellent. 10 10 ناقصها حرف ال اي. excellent. هن ناقصها حرف الاي. زب ناقصها حرف البي. فج تين ناقصها حرف الاي. بن سلة قمامة ناقصها حرف الاي. هنا عندي بقى الاكسرسايز التالت ري اوردر، هنرتب مع بعض. هنا عندي الصورة دي طبعا صورة ايه؟ بن قلم جاف، بي اي ان. هن فرخة، اتش اي ان. فجتين، اف اي جي. 10 10 تي اي ان. بن سلة قمامة، بي اي ان. زب سوستة، زي اي بي.
تمام كده. هنا السؤال الاكسرسايز الرابع reorder السنتنس، يعني هنرتب الجمل. طبعا زي ما اتفقنا في الدرس السابق this is، يبقى this تيجي معاها ايه؟ is. يبقى يا حبايبي this هنكتب this is my pen. طيب عندي رقم 2 هنرتب. عندي it hen is. it يعني إنها، it is a hen يعني إنها إيه؟ فرخة. طيب عندي كمان number 3 this is a bin يعني إنها سلة قمامة. طبعا number 5 track and write هنمشي عليها. ونمبر 6 write the word هنكتب الكلمة. يلا نكتبها مع بعض. فجتين FIG. بن قلم جاف PEN. هن فرخة HEN. تن 10 TEN. وبكده يكون خلص الدرس الرابع، وبكده نكون خلصنا يونت 1. إن شاء الله الفيديو القادم هيكون مراجعة على اليونت كامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.